اسمي أحمد جاسم المصطفى، أمي اسمها هلالة، مواليد 1990، حاجية كبيرة، أسكن حي السريان حاليا، متزوج، خريج إدارة أعمال من عشيرة بني سبع. تواصلت مع شخص تعرفت عليه عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي اسمه أبو حسن، متواجد بتركيا. وبعد ما تعرفت عليه طلب مني أنه أنضم لخلايا موجودة عندنا بالمنطقة، وأعطاني رقم وطلب مني أتواصل معه. تواصلت معه، اسمه أبو خالد العراقي. طلب مني أبو خالد العراقي أن أتوجه إلى مناطق الجنوب لاستلم منه ميطورين وفوتهم على مدينة القامشلي، وقال لي إنه بعدين راح يأمن لي إيش يلزمني سلاح. رحت واستلمت منه الميطورين وجبتهم ووصلتهم عند منطقة تل معروف. بعدها اجى شخص اسمه عدي راضي العباس وكمل معي المشوار، وصلناهم على القامشلي من وراء حاجز الخزنة. بعدين طلعنا على منطقة اسمها قريرش وعلى القرية اللي بجانب حاجز النعمتلي، وعدينا حاجز النعمتلي كمان، ووصلناهم على مدينة القامشلي. أمناهم بحوش بجانب بيت أختي، والحوش كان لأختي. اسمي عدي راضي العباس، من قرية حاجية كبيرة، مواليد 99. اسم أمي هيام، من عشيرة البوراضي. أشتغل بالجري، عندي محل إحداد وتصليح موتورات. بفترة عملي تعرفت على أحمد المصطفى، عندهم فرن بجرية القبيبة. كان بفترة تعرفت عليه كان يحكي لي عن أمور الدين وهيك. بعدها بفترة اتصل علي وإنه يقول لي عندي موتورات معطلات، تيجي تصلحهن. الموتورات كان بالفرن. لما رحت على الموتورات على الفرن، حاولت أصلح إن طلع الموتورات مفخخات ما اشتغلن معي. فقال لي الموتورات هذا لازم يدخلن إلى مدينة القامشلي. فاتفقنا أنا وياه ندخل الموتورات. فدخلنا الموتورات عبر طرق ترابية، ما دحمنا بها ولا حاجز نهائيا، طرق ترابية. فدخلنا الموتورات إلى حي السريان جنب بيت أخته بقراج حطيناه. بعد ما دخلنا الموتورات أعطاني 15,000 كمصروف، قال هاي مصروف. اتصلنا مع أبو خالد وقلنا له إنه وصلنا نحن على القامشلي. قال لي إنه لا تنفذ، بكرة في عمل جماعي وفي خلية ثانية راح تفوت سيارة. بعدين عدي راضي العباس تركني وراح، وأنا استنيت السيارة لثاني يوم. حكى معي وطلب مني إنه أتوجه لمنطقة تل معروف لحتى أستلم السيارة. رحت والتقيت بالسيارة عند منطقة تل معروف، كان نوعها مرسيدس فضية، كان فيها شخص اسمه أبو محمد العراقي. مشيت قدامه بطرق فرعية بنفس طرق الميطورات، هو كان يمشي وراي، وفتنا على مدينة القامشلي. صفينا السيارة بمكان قريب من بيتنا، من بيت أختي بحي السريان. نزل أبو محمد العراقي وراح جهز الميطورات وركب الدارات، بعدين ركب سيارته وراح. أنا بعدها حكيت مع ابن أختي عمار جاسم الأحمد، طلبت منه إنه يجي ويساعدني بواحدة من الميطورات. اسمي عمار جاسم الأحمد، والدتي أمل، محل وتاريخ الولادة حاجية كبيرة 2003، محل السكن والإقامة قامشلي حي السريان عشيرة بني سبع. من خلال ترددي وتواصلي مع خالي أحمد، عرفت أنه كان يتواصل مع جماعة من تركيا كانوا يتناقشون بأمور الدين، فهمت منه أنه خالي متشدد دينيا. قبل عملية التفجير اللي صارت بالقامشلي بيوم، اجى خالي أحمد جاسم المصطفى هو وشاب عراقي، اجوا لعندي على الجراج، في عندي جراج بجنب البيت. اجوا لعندي على الجراج، دخلوا موتورين، قال لي بكرة بدي اسوي فيهن تفجير بالقامشلي. فراحوا رجعوا ثاني نهار هو والشاب العراقي جايب معه تاكسي مرسيدس لون فضي، واجوا ليجهزوا الموتورات بالجراج. فات على الجراج، جهزوا الموتورات، كل موتور حطوا فيه بطاريتين 9 فولت ودارة وساعق موبايل. الموبايل فيه نظام تلقائي، بس تتصل عليه يفتح خط لحاله، تظل ضاغط على رقم 9 ويصير التفجير. ركبت أنا ميطور وابن أختي ركب ميطور عمار، ولحقنا أبو محمد العراقي وراح بشارع الحمام، قريب من مشفى السلام بشارع الحمام. نزلنا عمار والميطور. فجهزوا الموتورات، فطلعنا على السوق. الشاب العراقي يمشي قدامنا بالمرسيدس، وأحمد قدامي وأنا وراه، سيارة وموتورين. وصلنا مقابل الكنيسة اللي بجنب مشفى السلام، مقابل أبو دليل. قال لي أنت طالع الموتور فوق الرصيف، استنانا نحن نروح نصف الموتور والسيارة ونجي. فأنا ظليت استنى إلى ما يرجعوا.
وأنا كملت وراء أبو محمد العراقي، كملنا بشارع الحمام لعند البلدية. بعدين طلع باتجاه دوار سوني، صف السيارة عند دوار سوني ونزل. اجى واحد من الشباب الأسايش وقال له حرك سيارتك. كنت أنا قريب منه واطلع عليه، حكى معي وقال لي إنه ما رضي وصف سيارتي هون. ركب السيارة ورجع ديور وراح على شارع الوحدة. شارع الوحدة نزل لعند شارع مشفى السلام، ومن هناك طلع بالسياحي على شارع منير الحبيب، راح عند مطعم الأومري ومطعم ملك. بعدين قال لي إنه ما في تجمع كبير، لأنه كان الهدف إنه يسبب أكبر ضرر ممكن بالناس لحتى يحقق صدى أكبر ويعطي يعني مفعول للعملية. بعدين قال لي إنه راح يرجع السوق. طلع على شارع عامودة السوق، ولحقته أنا بالميطور. وصلت بعد 7 بحرات، ميطوري تعطل، كملته دفش، وبعدين اضطريت أصفه عند شركة MTN، مقابل شركة MTN القديمة. ونزلت رحت أمشي بشارع الوحدة. حكى معي وقال لي إنه وينك؟ قلت له أنا بشارع الوحدة. قال لي إنه أنا كمان صفيت قريب من ميطوري مقابل مقهى الشموع. اجى لعندي بشارع الوحدة، ورحنا كملنا لعند عمار وجبنا الميطور، سحبناه من شارع الحمام ووصلناه على شارع الوحدة قريب من مشفى السلام، حطيناه بجنب مدرسة وكنيسة. وبعدها تركنا أبو محمد العراقي وراح، وقال إنه راح ينفذ بعد نص ساعة. بعد نص ساعة حكى معنا وقال إنه ما تنفذ، يمكن الدارة فيها شيء. كان عاطيني المفتاح السيارة مشان إذا ما نفذت. قال لي روح حرك السيارة. رحت حركت السيارة، أخذتها على حي السريان. ركب معي عمار جاسم الأحمد ابن أختي، وهنيك اطلعنا على الدارة، كانت البطارية مشيولة. قال لي بس ركبها. أبو محمد العراقي حكى معي، قال لي بس ركبها. ركبتها ورجعت السيارة مكانها، خبرته إنه السيارة مكانها. قال لي تمام، 10 دقائق وراح نفذ. بعد 10 دقائق نفذ على السيارة، وحكى معي وقال لي إنه بعد نص ساعة نفذ على الميطور لحتى يصير تجمع. أنا خفت وما قدرت أستنى، وتلبكنا، وعمار كمان خاف. أنا استنينا شغلة 4-5 دقائق، نفذنا وهربنا. وصلنا عند الميطور الثاني لحتى نشوف إنه إذا في حدا عنده أو لا. كنا قريبين من عنده، عدينا من عنده، قام فجر علينا الميطور الثاني. رحنا هنا على البيت، وكان راح يصورنا الميطور. بنفس اليوم بالليل اجوا الأسايش وأخذوا عمار، وأنا كنت أشوف من البلكون لأنه بيته كان قريب من بيتي. أخذوه وراحوا. أنا نزلت ورحت عبي رصيد. بعد شوي حكى معي أبوي وقال لي إنه الأسايش عندنا بالبيت وطالبيني. فجرت السيارة، فجرها العراقي. بعد بشي 5 دقائق فجر الموتور أحمد الموجود بجنب السيارة. قال لي مشيت نروح على الموقع الثالث عند الموتور اللي صفيته عند الكنيسة. فرحنا نتمشى، قبل ما نوصل بشي 25 متر فجر الموتور لحاله. فما زبط معنا العملية الثالثة. رحنا على البيت، كل واحد راح على بيته. هو وصل بيته وأنا وصلت بيتي. صارت الساعة 11 بالليل وتم القبض عليه، واعترفت عليه وراحوا جابه. بعدها ب3-4 أيام اجت قوات الأسايش ولقت القبض علي في قرية حاجية كبيرة وجابوني لهون.